السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميلاتي، كيف الحال؟ عساكن بخير وأحوالكن كلها طيبة. غبت بزاف على يوتيوب ولكن الحمد لله عدت والعود أحمد، وإن شاء الله تكون أحوالكم طيبة، تكون أيامكم كدوز مزيان، تكونوا كتطوروا في حياتكم، في الدين ديالكم وحتى في الدنيا ديالكم، فإن شاء الله تكونوا في أفضل الأحوال. بصراحة أنا مولفة كنصور بالكاميرا اللورانية ماشي القدامية، فاليوم صورت بالقداميه وما عرفتش راسي فين نشوف، واش نشوف دابا هنا في راسي ولا نشوف في الكاميرا. فين ما شفت كنحس براسي فاش كنشوف الفيديو كنحس براسي ما كنشوفش هكا في القدام. ما عرفتش الناس اللي كيصوروا فين كيشوفوا. على اي، فاليوم قررت ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا جواب على واحد السؤال اللي ديما كيتطرح ديما واخا زعما كنجاوبكم في انستغرام، كنجاوبكم في ستوريات، ولكن ديما كيعاود يتطرح هذا السؤال. على هادشي كنت سولتكم واش بغيتو ندير فيديو يوتيوب باش يبقى زعما هكا، وقت ما بغيتو تدخلوا تشوفوا او يقدر زعما بنات اخرين ولا ناس اخرين يدخلوا يشوفوه في يوتيوب ويستافدوا شي حاجه. فعلى هادشي قررت انه يكون في يوتيوب، والموضوع هو مساري الدراسي، يعني من البدايه حتى النهايه باش وليت مهندسه الدوله. يلا نبداو. وهذا الفيديو ما غاديش يكون فيه فقط يعني المسار الدراسي كما هو زعما فين قريت، وانما غنحاول نقول لكم شنو هما الصعوبات اللي كانوا في كل حاجه، شنو هما الاخطاء اللي درت، شنو هما الحوايج اللي تردوا ليهم البال، وان شاء الله يا ربي يكون مفيد لكم. فغنبداو باول حاجه اللي هي سيزيام والباك. انا في سيزيام كنت سيونس مات، وصراحه كانت اكسبيريونس ما زوينه ما خايبه، يعني مويه. يعني كنا عارفين بان سيونس مات ماشي سهله، ماشي شي حاجه زعما اللي تقدر انك تخدم فيها وانت مرتاح، فاكيد هي كتطلب بزاف ديال المجهود وبزاف ديال الكوراج. يعني في لوكا ديالي انا كنت موين، يعني ما كنتش مزيانه وما كنتش خايبه عاوتاني، فالحمد لله على كل حال. انا صراحه باقي كنتفكر داكشي كان الصراحه في سيونس مات بصراحه ما ساهلاش نهائيا، بزاف ديال ستريس بزاف ديال الخلعه. ما بغيتش نخلعكم، ولكن كلشي عارف بلي سيونس مات خصها الخدمه، خصها ماشي غير الخدمه، خصها الكوراج هو اللي مهم. فالحمد لله على كل حال. المهم كنت سيونس مات وابخي رجعت سيونس فيزيك. فاش رجعت سيونس فيزيك صراحه كان احسن عام دوزته في حياتي في القرايه. كان داكشي صراحه ما بغيتش نقول سهل، ولكن كان حيت دابا دزت من سيونس مات وملي كتمشي سيونس فيزيك كيجيك داكشي اسهل بزاف. فالحمد لله كان عام سهل جدا. وصراحه لا بيريود الوحيده اللي كنت ستريسيت فيها ديال بصح هي لا بيريود اللي كانت قبل من الوطني. تما صراحه كاع الناس كيتستريساو، واخا تكون خدمتي ولا ما خدمتيش صراحه كتحس براسك بحال ما درتي والو. فالحمد لله حتى هي دازت على خير، وخديت الباك ديالي بمونسيون طري بيان. دونك من بعد ما خديت الباك جات هذيك لا بيريود ديال البريباراسيون دي كونكور، كنت كنوجد لي كونكور كاملين، وسوا في الدار كنت دايره حتى سونطر ديال البريباراسيون. من بعد المهم صراحه انا كانوا عندي دو بلان اللي كنت زعما باغاهم، وكنت باغاهم بنفس القدر. كنت باغا لا فارماسي وفي نفس الوقت كنت باغا لانجينيوري، زعما بالنسبه لي اللي صدقات فيهم راه مزيانه. فالحمد لله كنت دوزت لي كونكور، ولكن ما كتبش ما جبتش الكونكور ديال لا فارماسي، وفي نفس الوقت كنت دافعه على كلاس بريباراتوار. كنت دوزت حتى الكونكور ديال لانسا، لا بيزا، المهم دوزت بزاف تاع لي كونكور. المهم ابري مشيت لي كلاس بريباراتوار ابن تيميه في مراكش. كنت بي سي اس اي، سيتاجير فيزيك شيمي سيونس دانجينيور. و ابري زعما في العام الثاني كنت بسي سيتاجير فيزيك سيونس دانجينيور. صراحه تجربه تاع لي كلاس بريباراتوار كانت تجربه استثنائيه جدا، وما عرفتش صراحه الناس اللي دازوا لي كلاس بريباراتوار واش كيشاركوني نفس الراي. صراحه كانت تجربه غريبه عجيبه. ما بغيتش نقول صراحه خايبه ولا زعما صعيبه ولا شي حاجه بحال هكا، غير هو صراحه كيكونوا فيها شي حوايج في الشكل، وهذا الشيء كامل بسبب داك التنافس الغريب العجيب اللي كاين في لي كلاس بريباراتوار. علاش كيكون داك التنافس؟ حيت نتوما اصلا يعني هادوك لي زيكول كاملين اللي غتمشيو ليهم مورا ديك العامين تاع لي كلاس بريباراتوار راه واقفين على داك الكلاسمون ديالك في واحد الكونكور كندوزوه مورا ديك العامين سميتو سي ان سي. كيكون صراحه تنافس غريب عجيب في لي كلاس بريباراتوار.
وحتى من ناحيه لا شارج ديال داكشي اللي كتقرا فريمون داكشي كان كثير بزاف، سيرتو الفيزيك والمات. بعدا الفيزيك هو الاول كان كثير بزاف ما يمكنش. باقا عاقله على واحد البروف كان كيقراني في بروميير اني، كان غير كيدخل وكيبقى غير كيكتب، زعما ديك الساعتين كامله هو غير كيكتب وحنايا كنكتبوا وصافي، زعما هذا هو الكور. وهادشي زعما حيت كان داكشي فريمون كثير، وكان خصو هو عنده واحد القدر خصو يساليه في واحد لو نومبر تاع الساعات. فعلى هادشي زعما كان كيدير معنا بحال هكا. سينو حتى المات صراحه كان كثير. صراحه انا لا ماتيير اللي كانت كتعجبني بزاف لي كلاس بريباراتوار كانت هي سيونس دانجينيور. كنت صراحه كتعجبني بزاف الماتيير اللي كنت كنماجوري فيها ديما هي الانفورماتيك. صراحه الانفورماتيك كنا كنقراو ديك الساعات على داكشي غير البدائي ا بي سي دي، المهم داكشي كان ساهل صراحه. كان داكشي غير كنا كنقراو في الاول لي زالغوريثم وداكشي، وابري عاد بدينا كنقراو بيتون وفوالا. دونك صراحه كان داكشي ساهل بسيط. اما الفيزيك والمات كان صراحه ما كانش ساهل نهائيا. و شنو باقي عاوتاني؟ كنا كنقراو الفرونسي، كنا كنقراو تراديكسيون، يمكن تجيكم عجيبه. كنا كنقراو تراديكسيون. وكانت عندنا واحد الحاجه اللي كانت كتكون عندنا ما بين 12 و 2، يعني ديك الوقيته ديال الغدا، سميتها ليكول. ليكول شي حاجه بحال اكزامان اورال كيدار في الفيزيك وفي المات وحتى الفرونسي. انا باقي كنعقل تراديكسيون ما عقلت الصراحه واش كان كيدار ولا لا. في هذا ليكزامان هذا باغ اكزومبل في الفيزيك يعطيك اكزرسيس كتخدمو في واحد الوقت ما عقلت الصراحه واش 45 دقيقه ولا ساعه ولا نص ساعه، المهم واحد الوقت محدد. وابخي زعما كيشوف شنو درتي وعلى داكشي اللي درتي كينوطي لك. والمات حتى هو نفس الشيء. والفرنسي كان كيعطينا واحد تاكس وكيبقى يتناقش معاك في لي زيدي اللي كاينين تما وداكشي. فصراحه هادشي كان كيزيد من لا شارج ديال النهار ديالك. تخيل انك من 8 ل 12 من 12 كتكون عندك واحد 45 دقيقه في ديك الساعتين، المهم 45 دقيقه ولا ساعه ما عقلتش الصراحه. وابخي عاوتاني تكون قاري من 2 حتى 6. المهم صراحه كانت لا شارج ديال بصح. وعاوتاني في الليل ما غاديش تمشي ترتاح، نو خاصك تمشي تقرا داكشي اللي قريتي في داك النهار والا غادي يمشي لك. فصراحه كانت لا شارج، ولكن الحمد لله في جميع الاحوال دازت. نقدر نقول لكم بلي لي كلاس بريباراتوار اولا الاقسام التحضيريه دايرين بحال سيونس مات مضروبه في 2 ولا 3. المهم مضروبه في شي حاجه، حيتاش حيتاش كيبقى نفس سيستم تاع الليسي. كيبان داكشي بحال الليسي كتقراو غير في دي كلاس بحال هكاك، فهمتوا؟ ماشي في اونفي زعما ماشي بحال لونيفرسيتي، ولكن تتكون شويه لا شارج. صراحه لي كلاس بريباراتوار كيعلموكم بزاف ديال الحوايج منهم الصبر خصكم تصبروا مزيان. وحاجه اخرى هي انكم تقراو بزاف د الحوايج في واحد الوقت قصير وتعقلوا على دوك الحوايج اللي قريتهم في داك الوقت القصير. سينو ما تقدروا ديروا حتى شي حاجه. ولكن الحمد لله ربي كيعاون وداكشي كامل في الاخر كيدوز. بصراحه النصيحه اللي غنصحكم على لي كلاس بريباراتوار من غير القرايه انكم ما تبقوش تاجلوا قرايتكم ديال اليوم حتى الغدا، حيت داكشي كيتراكم بواحد الطريقه خطيره جدا. حيت داكشي اللي كتقراو في النهار كتير بزاف. فالنصيحه اللي غنصحكم هي داك الشخص اللي ساكن معكم في الشومبر اختاروه مزيان، حيت ديجا لي كلاس بريباراتوار فيهم بزاف ديال ستريس، زعما هذا هو الواقع. ولكن اذا كان داك الشخص اللي ساكن معكم في الشومبر حتى هو كيستريسي، فهنا صافي زعما تصعب القضيه بزاف. فمهم جدا انكم تختاروا الاشخاص اللي غتسكنوا معاهم في الشومبر. واخا انا عارفه في الاول صعيب انك تعرف شخص، ولكن حاولوا ما امكن انكم مثلا بنات انهم يختاروا بنيه نقيه ما كدير حتى شي حاجه خايبه، كتفاهمي معاها عندها نفس المونطاليتي ديالك. اهم حاجه هادشي كامل غادي يعاونك. اما من ناحيه القرايه كاع الناس اللي في لي كلاس بريباراتوار كيقراو بطريقه او باخرى. شفت ديكا قلال ديال الناس اللي ما كانوش زعما باغيين يقراو في لي كلاس بريباراتوار، غيكونوا غير زعما دخلوا لي كلاس بريباراتوار وما بقاوش باغيين يقراو. اما اي واحد كيدخل كيكون باغي يقرا، باغي يتكلاسا مزيان، باغي يدير ايكول مزيانه. فوالا صافي ملي داز ديك عامين كيجي داك الكونكور المخيف جدا اللي سميتو سي ان سي. المهم في السي ان سي هذا كدوزو لي كور اللي قريتوهم في عامين. تخيلوا هو راه كونكور يعني ماشي اكزامان، ولكن حتى هو كتكون فيه لا نوت اليميناتوار. باغ اكزومبل كانت في الفيزيك وفي المات كانت 4، يعني ما تجيبش قل من 4.
وفوالا. صراحه الصعوبه في السي ان سي هذا هو انه كدوز لي كور ديال عامين. يعني تخيلوا مثلا الفيزيك، عرفتوا شحال كنا كنقراو، ما يمكنش داكشي كتير بزاف، وفريمون كنت عاقله ديك الساعات بلي راني قريتو شي 3 المرات وانا كنعاود فيه زعما كامل لي كور، ندوزهم ونعاودهم. فريمون زعما داكشي كان كتير بزاف. وفوالا دونك باغ اكزومبل في الكونكور كدوزو 2 مرات الفيزيك، 2 مرات المات. وفي كل وحده كان كيكون فيها واحد ليكزارسيس اللي كيكون ساهل، ماشي ساهل، المهم تقدروا ديروه. كتكون عليه 4 النقاط. يعني هادشي كامل باش يعاونوكم انكم ما تطيحوش في لا نوت اليميناتوار. و ابري فوالا دونك صافي كدوزو سي ان سي ديالكم. و نسيت واحد القضيه مهمه. مرة ما كدوزو السي ان سي اللي هو زعما الكتابي، ديجا زعما فاش كتكونوا في الدوزيام اني كيكون عندكم واحد البروجي كتكونوا خدامين عليه سميتو تي بي او. فهاد البروجي هذا يعني بحال شي بحث كديروه في شي حاجه. كل عام كيكون واحد لو تيم كتخدموا عليه. فوالا كتكونوا خدامين عليه، كديروا دي زيكسبيريونس كذا. و ابري زعما هاد البحث هذا ديالكم ولا هاد الريشيرش هذه اللي درتو، كتمشيو تبريزونطيوها من مورا السي ان سي. كيكون بحال قلتو لوغال، كتمشيو كتبريزونطيوها هكا. ما بغيتش نقول لكم بحال سوتونس، واحد الميني سوتونس صغيره. فوالا كتبريزونطيوها وكتكون واحد الجوري كي ايفاليو هذيك الخدمه ديالكم. وفوالا وهي غالبا كلشي كيدوز فيها غالبا. فوالا هي لا نوت ديالها حتى هي كتزاد على الكلاسمون ديال سي ان سي. وصافي ابري سي ان سي كيخرج الكلاسمون. صراحه الحمد لله كان كلاسمون مزيان، واخا صراحه دازت عليا بالخلعه. انا واحد الانسانه كتخاف، ولكن الحمد لله ربي كيسر الامور وكان كلاسمون زوين زعما خلاني انني ندير الحاجه اللي بغيت. هنا سنسكت قليلا. اختاريت فينالمون جيني انفورماتيك و ديجيتاليزاسيون في ليكول محمديه لي زانجينيور ليمي. بصراحه ما عرفتش نهضر لكم على واحد الموضوع، ما عرفتش غنهضر لكم عليه ولا ما نهضر لكم عليه. المهم كاين واحد الموضوع في بالي ولكن ما نهضرش عليه في الفيديو هذا، حتى شي فيديو اخر. صراحه كانت اكسبيريونس زوينه وخايبه في نفس الوقت. كانوا شي حوايج زوينين بزاف وفي نفس الوقت كانوا بزاف ديال الصعوبات، بزاف ديال الحوايج اللي كانوا صعبين صراحه. ولكن الحمد لله على كل حال كلشي داز في الاخر، الحمد لله كلشي كيتخرج في الاخر. فصراحه بغيت ننصحكم ولكن ماش ننصحكم على القرايه، حيت القرايه في جميع الاحوال غادي ديروا مجهودكم وغادي ديروا داكشي اللي باغيين. وانما غنصحكم على واحد الحاجه اخرى اللي هي لونفيرونمون. فنصيحتي موجهه بالضبط لصديقاتي الجميلات، اخواتي الجميلات اللي يلاه غادي يمشيو لليونيفرسيتي. يعني اول مره غادي يمشيو للجامعه، اول مره غادي يشوفوا اولا غادي يعيشوا وسط انترنا اولا معرفش في الجامعات كيكون سكن جامعي اولا اي حاجه كتكون فيها مجموعين. فنصيحتي لكنا هي اختاروا مزيان الناس اللي غيكونوا دايرين بكم، سواء البنات اللي غيكونوا معكم في الشامبر، سواء صحاباتكم اللي كتخرجوا معاهم كتدخلوا معاهم وكتقراو معاهم بزاف ديال الحوايج، لانه الوضع كيكون مختلف. انا نقول لكم علاش. في اليونيفرسيتي اولا في الانترنا كتوليو عايشين مع دوك الناس 24 ساعه ل 24، يعني ما كتفرقوش معاهم. يقدر تكون هذيك البنت اللي معاك في الشامبر هي نفسها اللي كتمشي تفطري معاها وتغدي معاها وتعشي معاها وكتخرجي معاها وكتدخلي معاها وكتقراي معاها. يعني اي حاجه كديريها في حياتك كديريها مع هذيك البنت اللي انت ساكنه معاها في الشامبر او البنات. يعني صراحه حنا كنا كنكونوا 3 في الشامبر في اليونيفرسيتي، وفي لي كلاس بريبا كنا 2. المهم في جميع الاحوال غتكون معاك على الاقل وحده. ما عرفتش صراحه واش كاينين دي زونيفرسيتي اللي كيكون فيهم غير واحد، وقيله كانت لي نسايه. ولكن المهم في جميع الاحوال غيكونوا معكم الناس. فهذيك الصديقه اللي غتكون معاك صباح وعشيه فين ما مشيتي خاصك تختاريها مزيان حيت غتاثر فيك بطريقه او باخرى. واخا تقولي انا لا انا ايماني قوي، لا انا ما كنتاثرش وما غاديش نتبعها وكذا وكذا وكذا،
كوني على يقين ملي غتاثر فيك. انا كنقولها لك من هنا كوني متاكده 100% بلي هذيك البنت غتاثر فيك. علاش؟ لانه الناس اللي دايرين بينا راه كيأثروا فينا بغينا ولا كرهنا. داكشي علاش ضروري انه الناس اللي غيكونوا دايرين بينا يكونوا ناس مزيانين وماشي صحبه غير صالحه. ما بغيتش نقول ناس خايبين، ولكن صحبه غير صالحه. فالصحبه غير صالحه ماشي هما الناس اللي فريمون خايبين وما عرفتش شنو كيديروا، ماشي بداك المفهوم، لا. مثلا انا صديقتي ما كتصليش، هذه راه صحبه غير صالحه. صديقتي كتشجعني على واحد اللبس كذا وكذا، هذيك راه صحبه غير صالحه. صديقتي كتشجعني على هذه وهذه وهذه، المهم بلا ما ندخل في التفاصيل، فهذيك صديقه غير صالحه. صديقتي كتهضر غير على هاد المواضيع الفلانيه، هذيك صديقه غير صالحه. صديقتي المهم ما بغيتش ندخل زعما في التفاصيل ديال التفاصيل، ولكن غتكونوا فاهميني. فضروري جدا الصديقه ديالك. انا بالنسبه لي راه كاين فرق ما بين الصديقه وما بين الانسانه اللي كنعرفها. يعني يقدر يكون معك ناس كتعرفيهم كيقراو معاك، يعني ما كدوزيش معاهم الوقت كامل وما كتدخلوش في شي حوايج زعما عميقه في الهضره في داكشي. يعني مثلا كتهضروا على القرايه كذا كذا، تقدري كاع تخدمي معاهم شي بروجي، تقدروا ما عرفت شنو تخرجي معاهم كاع شي نهار. ولكن الصديقه ديالك هي اللي كتكون معاك 24 ساعه على 24 ساعه، فهذه ضروري جدا انك تختاريها مزيان، والا هذيك الصوره اللي هي فيها راه كتولي بحالها. علاش؟ حيت النفس راه كتكون ضعيفه جدا، والانسان مهما كان ايمانه قوي فالنفس ديالو راه كتضعف. ومني كتشوف شي حاجه والنفس ديالك كتكون باغاها، وحتى داك الانسان اللي معاك اللي عايش معاك كيشجعك عليها، فلا قدر الله ممكن انك تبقى تتبع ديك الحاجه، وديك الحاجه راه طبعا كتكون حرام. فهمتوا؟ فضروري جدا انكم تختاروا صحباتكم، والا اختاريتوا صحباتكم تكون صحبه صالحه فما تخافوا من والو باذن الله. غتحافظوا على دينكم، غتحافظوا على صلواتكم، غتحافظوا على حجابكم، غتحافظوا على كل شيء باذن الله. والعكس صحيح. واذا ما لقيتوش بنات صالحات اللي تقدروا انكم تصاحبوا معاهم وتعاونوا على الخير، فمن الاحسن خليو مسافه بينكم وبين البنات. هذه نصيحه من قلبي، والله لو من قلبي كنعطيها لكم، حيت عارفه شنو كيطرو. على هادشي كنصحكم هاد النصيحه هذه، حيت مهمه بزاف بزاف بزاف. وهاد النصيحه هي اللي غتاثر عليكم بزاف في داك المحيط ديال الجامعه، والناس كتار وكتعرفوا ناس من مختلف المناطق، وكل واحد وعقليته، وكل واحد كيفاش كيفكر، كل واحد وكيفاش مدى التدين ديالو، المهم بزاف ديال الحوايج. فحاولوا انكم تختاروا صديقاتكم يكونوا صديقات، ولو انهم ما كنقصدش لكم انا صديقه صالحه يعني تكون ملتزمه بالحجاب الشرعي وكتفيق لصلاه التهجد ولا ما عرفتش، على الاقل تكون هاد الصديقه ما كتجركش شي حاجه خايبه. يعني على الاقل تكون كتصلي صلاتها، على الاقل كتحاول انها تغير للافضل، على الاقل يعني كاين شي حوايج عندها كما كنقولوا عندها لي باز. فهمتوا؟ وطبعا يعني الله يهدي الجميع، وان شاء الله يا ربي ما كرهناش نشوفوا كاع البنات منهم انا نيت نكونوا كاملين يعني ملتزمات بما امر الله سبحانه وتعالى. وحاولوا انكم تبعدوا على اي حاجه كتغضب الله سبحانه وتعالى، وحافظوا على صلاتكم في وقتها. يعني حنا كاملين عارفين بانه في القرايه صعيب انك تحافظ على صلاتك وكذا وكذا، ولكن راه تقدروا تخرجوا. يعني تقدر تخرج من لونشي وتمشي تصلي وترجع 10 دقائق 5 دقائق، اصلا كتكون لانترنا قريبه. المهم في لوكا ديالي انا، وتقدر تدخل زعما عادي بحال غير مشيتي شي بلاصه وصافي. فوالا. وان شاء الله يا ربي الله يوفقكم، الله ييسر لكم امركم. نرجعوا دابا للقرايه. فدازت هذيك 3 سنين الحمد لله بخير وعلى خير. المهم دازت 2.5 عام مزيان الحمد لله. دازت المهم غير دازت وصافي. صراحه كانت سهله، ما كانت سهله صراحه، ما كانت سهله زعما الواقع هو هذا، ولكن الحمد لله. على كل حال جات الفتره اللي كنت كنقلب فيها على ستاج بي اف او، صراحه كانت اصعب فتره كانت في ديك 2.5 عام. علاش؟ حيت كتكونوا كتقراو وفي نفس الوقت خصكم ستاج، وكنت عاقله وصل شهر 10 وانا باقي ما لقيتش ستاج.
عرفتي واحد ستريس راه ما يمكنش، وكتولي كتقول واش صافي انا ما نلقاش ستاج، شنو غندير دابا الا ما لقيتش ستاج، واش صافي غنسقط ولا شنو يطرى ليا. ولكن سبحان الله العظيم يعني كنا كندوزو بزاف تاع لي زونتروتيان، كاين اللي كيجاوب كاين اللي ما كيجاوبش كاع، ما كتعرفش كاع واش زعما دزتي ولا ما دزتيش. فوالا صافي حتى يسر الله سبحانه وتعالى في واحد الستاج، وصافي انا غير تيسر واحد الستاج صافي حبست، ما بقيتش كنقلب. وهذا خطأ ما خصكمش تطيحوا فيه. ما توقفوش تقلاب ديال الستاج. لانه تقدروا تلقاو ما حسن تو سامبلومون. فوالا يعني ما تيأسوش، واخا يوصل شهر 12 واخا ما عرفت شنو، راه كاينين لي زوفر، كاين بزاف ديال الحوايج وتقدروا تلقاو ما حسن بزاف. فما تيأسوش نهائيا، وبقاو ديما كتحاولوا، وان شاء الله ربي كيجيب التيسير في الاخر. فوالا يعني داز داك ستاج انا كنت دوزت فيه غير 4 شهور. من شهر جوج بديتو في شهر جوج، وساليت في الاول تاع شهر 6. انا كنسالي السوتنونس في 6 في شهر 6 نهار الخميس، باقي عاقله عليها مزيان. عرفت ديك السوتنونس سبحان الله العظيم، نتوما غتفاجئوا من راسكم، ما عرفتش علاش، واش حيتاش كنكونوا فرحانين اننا سالينا، ولا حيتاش ما كيكون باقي ليك والو انك زعما تخرج. فسبحان الله كتعطيو فيها لو ماكسيموم بوسيبل ديال ليفور ديالكم، وفي الاخر كدوز مزيان. يعني كاع داكشي كتكونوا خايفين منه، لي كاستيون، عندك نمشي نحصل في الهضره، عندك ما نعرفش نهضر، عندك ما نعرفش نجاوب ولا شي حاجه بحال هكا. ففي الاخر سبحان الله العظيم يعني كتقدروا انكم دوزوا السوتونس باحسن طريقه ممكنه. وهذا الشيء زعما ماشي غير من التجربه ديالي انا، بزاف ديال الناس كيكونوا في الاول خايفين تافين ما عارفينش كيفاش يديروا، ولكن في الاخر داك النهار السوتونس بالضبط غير كتوقفوا كتبداو كتهضروا صافي كتحس براسك صافي انا وليت انجينيور، دونك غادي نهضر وانا مرتاحه، وانا يعني ومزيان انكم تدخلوا السوتونس وانتم دايرين في راسكم بانه هذاك الجوري. المهم انا بعدا دخلت دايره هذه الفكره في راسي بانه الجوري راهم تما باش يشوفوني انا شنو درت. علاش انا غادي نخاف؟ لا يعني ما كنتش مستريس، ماشي ما كنتش مستريسيه كنت كنحاول نقنع راسي باش ما نستريسش، حيت انا الا تستريسيت الهضره كتمشي ليا، الهضره فريمون كتمشي ليا وما كنعرف ما نقول. فكنت كنقنع راسي بانه هادوك الناس راه جايين يشوفوا لو طرافاي ديالي في هاد 4 شهور هادي، وماشي جايين زعما باش يجاجوني ماشي زعما باش يقولوا لي لا هادشي ما مزيانش وعلاش مالكي درتي هادي ومالكي هادي ناقصه. لا حتى في لي كيسيون فاش كانوا كيسولوني كنت كنعتبر بانه غير واحد الانسان فضولي بغى يفهم شنو درت وصافي، ما كنتش كناخذها بديك القضيه ديال راه وقيلا زبطت صافي هاد القضيه ولا لا. لا 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 كيسولك على هادي كتجاوبوا على هادي وكذا وكذا وصافي كتمشي هكا. يعني صراحه سوتنونس كدوز واحد الجو جميل جدا. يعني هذه من التجربه ديالي انا بعدا، ومن زعما تجربه تاع بزاف تاع الناس، زعما كاع الناس اغلبيه الناس اللي كنعرفهم نهار دوزو سوتنونس دوزوها زوينه بزاف، وخاصه انه كتكون حاضره معكم العائله كتشوفهم شحال كيكونوا فرحانين، شحال كيكونوا فخورين بيك. صراحه هذه الفرحه ما بحالها فرحه صراحه. والحمد لله ربي كيسر الامور وكيدوز داك النهار على خير، واخا كيكون بزاف ديال ستريس ولكن الحمد لله في الاخر كديكلاغا انجينيور. غير هو حنا صراحه فاش الناس كيتخرجوا اولا فاش الناس كيدوزوا لا سوتونس ديالهم كيكونوا سالاو، حنا كنكونوا باقي ما ساليناش كان عندنا مورا سوتونس واحد ستاج، وابخي كان عندنا حفل اداء القسم في تطوان. فوالا وهادشي كامل صراحه داز زوين باش ما نكذبش عليكم، كتكونوا مرتاحين صافي ساليتو من السوتونس بخير. صراحه كانت حاجه وحده مديرونجاني في هادشي كامل، ولكن كنظن زعما بلا ما نقولها لكم تكونوا عارفينها. فالحمد لله يعني كلشي كيدوز في الاخر مزيان. رجعنا خدينا الدبلوم ديالنا وصافي، يعني صافي خرجنا من الانترنا وداكشي باننا راه سالينا الحمد لله. يعني بالنسبه للخدمه وداكشي انا صراحه كنت مشيت جلست في الدار شي شهرين تقريبا، كانت شهر 8 وشهر 9 كنت جلستهم في الدار، و ابري كنت رجعت خدمت مع نفس لونتربريز اللي دوزت عندهم ستاج بي اف او، اللي هي نفسها اللي انا معاهم دابا. فوالا يعني شوفوا راه كلشي كيتيسر في الاخر. بغيت نقول لكم ما تخافوش وما تبقاوش تستريساو بزاف، سواء كنتو كتقلبوا على خدمه، كنتو كتقلبوا على ستاج، كنتو ما عرفتش شنو تكونوا كتقلبوا على اي حاجه، راه ربي كيسر لكم اموركم. ديما ديروا في راسكم بانه انا ربي ما اختارش ما يسرش لي هذه الطريق هذه الا
وغادي يعاوني فيها حتى الاخر. يعني حاشاه سبحانه انه يخليك تمشي في واحد الطريق ويخليك بوحدك فيها ابدا. الله سبحانه وتعالى راه موجد لك داك ستاج بي اف كيتسنى فيك، موجد لك هذيك الخدمه كتسنى فيك، يعني ديك الخدمه بسميتك انت. فخصكم تكونوا مرتاحين من هذه الناحيه هذه، وخويو راسكم من دوك الافكار السلبيه، وخويو راسكم من الهضره ديال المجتمع. المهم راكم فاهمين. ويا ربي الله ييسر لكم كاملين، اللي بغى يدير شي حاجه الله ييسرها ليه يا ربي، والله يرزقكم اضعاف 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 داكشي اللي نتوما كتمناوه اولا اللي باغينو، وربي راه كيسر الامور والحمد لله. ما بغيتش نقول لكم هذا كان باختصار مساري الدراسي، ولكن حاولت اني ما نطولش الهضره بزاف، حاولت اني نعطيكم غير الحوايج الاساسيه للشخص اللي اول مره كيسمع هذا الشيء، اول مره غادي يعرف. طبعا انا راه ما كنهضرش مع الناس اللي عارفين، الناس اللي عارفين هاد الهضره ماشي موجهه لكم. على اي اسال الله ان يكون هذا الفيديو هذا مفيد واستفدتوا منه، خاصه الناس اللي باقي كيقراو، باقي في الباك في السيزيام، باقي ما عارفينش شنو كاين. تكونوا استفدتوا زعما من هذا الشيء هذا اللي بارطاجيت معكم في هذا الفيديو هذا، تكونوا عارفين زعما الطريق كيفاش دايره. فان شاء الله يا ربي يستر لكم كاملين، وربي يوفقكم، يقراو مزيان واستعينوا بالله سبحانه وتعالى وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وربي راه كيسر الامور. هذا هو فقط. هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش انكم تخليو لايك، تخليو تعليق زوين بحالكم، وتشاركوا الفيديو مع اي واحد يقدر يحتاج لهاد المعلومات هذه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.